يا نور. ايه يا حماده؟ ايه يابا، ما تحكي لي كده عامله لنا اكل ايه النهارده؟ تاني يا حماده السؤال ده يا حماده؟ مش انا قلت لك 100 مره في نظام غذائي انا ماشيه عليه؟ دي قوانين ما اقدرش اغيرها يا حماده. وبعدين 100 مره قلت الاكل يتعمل كل منه، ما تسالش على حاجه تاني. ما هو انت قلت 100 مره، بس المشكله ان انا كل يوم بسمع نفس الكلام وبرجع اسال برضه. المهم خلاص بقى، هو احنا غلطنا في البخاري. هو انت مش اجازه النهارده ولا ايه؟ اجازه. طب انت لابس كده ورايح على فين؟ ما انا قلت طالما العربيه واقفه النهارده اتصلت بلوست علي، الراجل هيسيب الورشه وهيجي يعمل لي العربيه تحت في الجراج، انا هنزل عشان اديله المفاتيح. طيب ماشي. هتلاقيه هو ده. ماشي. ايوه تعالى بس تعالى. حماده انت لازم تطلعني، قافل تليفونك ليه؟ التليفون انا نسيت خالص ان التليفون فصل شحن. طب تعالى، طب ايدك. لا ايدي عشان بس يا جدع مش انت عايز ايدك أبهدلك يا عم. بس. في ايه؟ في ايه؟ خش. لا مش عايز ابهدل لك الدنيا بس يا عم وأعمل لك تبهدل إحراج. ايه؟ في ايه يا عم؟ بس احراج ايه؟ بسم دل الله. على السلامه، معلش الله يسلمك. طلعتك انا فوق. لا ولا يهمك، مش عايز ابهدلك بس يا استاذ حماده. يا عم بهدل براحتك ولا يهمك، بيت اخوك ايه يا عم؟ في ايه؟ هنشرب بس حاجه وهننزل على طول مع بعض. ربنا يكرم اصلا حبيبي يا استاذ علي رب تعالى. يسعدك. اتفضل يا استاذ علي. ماشي. انت بتعمل ايه؟ بتعمل لا، ايه؟ اقعد هنا بس. قوم يا جدع لا، اقعد لا، يا عم. هدومي يا عم في متبهدلة. ايه؟ يا عم هدوم ايه؟ بهدل يا عم براحتك ولا يهمك. ربنا يخليك يا اسطى علي في ايه مالك؟ يا عم مش عايز اسبب لك بس في احراج، انت دخلتني ليه بس؟ يا عم دخلتك ليه في ايه؟ يا عم سبب لي احراج براحتك يا عم. في ايه؟ انا لولا ان لقيت تليفونك مقفول ما كنتش طلعت والله. وهو انت مش محتاج انك تبرر لي موقفك يا عم علي. يابا انت قبل اي حاجه انت اخويا الكبير، مالك في ايه؟ قبل اي حاجه احنا اخوات، مالك في ايه؟ الموضوع ايه ده؟ مش مستاهل يعني. استاذ حماده ايوه تعالى لو سمحت، عايزاك. ماشي يا حاضر. يا نور. ايه يا استاذ حماده؟ ايه؟ حضرتك بس طالبه منك ان انت تبرر لي الموقف اللي انا شايفاه ده. موقف ايه اللي انت شايفاه؟ مش موقف فاهم. ايه؟ سيادتك غلطت 3 غلطات دلوقتي. 3 غلطات؟ 3 غلطات. ايه هم؟ اولا الاستاذ دوت جاي لك، طبعا مش جاي لي انا. دوت جاي من غير ميعاد ازاي؟ ثانيا بمنظره دوت يدخل بيتي ازاي؟ ثالثا قاعد على الركنه من غير ما انت تفرش له حاجه تحتيه، ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ابرر لك؟ برر لي. اولا ده بيت امي مش بيت امك انت. ثانيا الراجل قافل ورشته سايب حاله وماله عشان يجي يصلح لي عربيتي، ومش هحاسبه، مش معايا فلوس اديله. ثالثا ده مش مجرد صنايعي شغال في العربيه، ده انا بعتبره اخويا الكبير. رابعا يا ريت بعد اذنك تخشي تتفضلي تعملي شاي. لو سمحت يا استاذ حماده انا مش هعمل شاي لحد، وبعد اذنك الشخص ده ما يقعدش في بيتي. ما قعدش في بيتك؟ الله يرحم ابوكي كان بيمسك حته التلجه في ايدي ويقول اموت واعرف الميه دي جايه منين. شيخه روحي. استاذ حماده ايه يابا؟ معلش هات المفاتيح بقى عشان انزل. تنزل ايه يا عم؟ انا قلت لك هنشرب حاجه الاول. لا معلش انا اسف ان كنت بهدلت لك الدنيا بس، وانا قلت لك اقعد على الارض بس انت اللي صممت. تقعد على الارض يا عم؟ انت قاعد في بيت اسطى علي. انت بالنسبه لي انت عارف اللي فيها، انا بعتبرك اخويا الكبير. هو انا مش غالي عندك ولا ايه؟ طبعا ربنا عالم والله ان انت بالنسبه لي ايه. طب ولا انت بقى بتذلني عشان انا قلت لك مش معايا فلوس هتصلح لي العربيه وهتمشي؟ فلوس عيب عليك يا حماده، ده فدا ضفرك يابا، كله فداك يابا. حبيبي يا اسطى علي، احنا والله ما كنا بنتكلم في موضوع خالص، ده احنا كنا بنتكلم في موضوع تاني. خلاص ما تزعلش بقى، ما تنفش، انا هقوم اجيب لك الشاي. مش هلعب عشان انزل بس. لا انا قلت لك هتشرب حاجه يبقى هتشرب حاجه. خلاص ماشي. انت اكلت الاول؟ الحمد لله. طب هجيب الشاي يابا، نشرب الشاي وننزل سوا. ربنا يوسع تمام؟ عليك. ربنا يوسع عليك. حبيبي يا اسطى علي. ايه يا نور؟ فين الشاي؟ شاي ايه يا استاذ حماده؟ بتهيالي انا حلفت قدامك ان الشخص ده انا مش هعمل له حاجه، والشخص ده لازم يمشي من بيتي بشكله المقرف ده. يا بنتي شكله مقرف. هو انت تعرفي الشخص ده ليه عندي يا بنتي؟ انا بقول لك الراجل جاي يصلح عربيتي ومش هياخد فلوس. يا بنتي ليه انت بتعملي كده؟ ده انا بعتبره اخويا الكبير. يا بنتي هو احنا لازم نقول كلام ملوش لازمه؟ احنا ليه بننسى اصلنا يا نوره؟ هو انت نسيتي جدك وابوكي كانوا شغالين ايه؟ ايه يا نوره؟ ما كلها جايه من تحت. انا ابويا كان راجل نجار طبالي. ايه المشكله؟ ايه الحوار يعني؟ هننسى اصلنا؟ دس على الموكيت هو بره. مالك يا بنتي في ايه؟ قصدك ايه بكلامك ده يا حماده؟ يعني انا بابايا كان شكله كده؟ ماله شكله يا بنتي؟ ماله شكله الراجل؟ يعني انت مش واخد بالك ان شكله مقرف؟ مقرف؟ حماده النهي يا انا الشخص المقرف ده في البيت لازم يمشي. طب خلاص بس ما تعليش صوتك عشان الراجل ما يسمعكيش. راح فين؟ يا استاذ حماده راح فين؟ معلش انا اسف تعبان شويه. تعبان شو؟ هو مالك؟ معلش انا ما كنتش اقصد ان اعمل لك مشكله بس مع جماعتك بس. جماعة ايه يا عم؟ ولا في مشكلة ولا أي حاجة، ده احنا بنتكلم في حوار تاني خالص. احنا ما نقصد وهي ما تقصدش حاجة ولا أنا أقصد حاجة. معلش انا أنت مالك فيك ايه؟ حسيت صدري تعبان شويه كده وعايز ارتاح بس. صدرك تعبان؟ طب طمنا عليك. لا الحمد لله. يعني مش هتعمل عربية النهاردة؟ معلش انا ان شاء الله اجي لك من الصبح بكره. على أساس إن أنت مش هتروح الورشة تشتغل؟ لا هروح. ماشي قادر تعبان. أنت هتروح بجد تعبان صحيح؟ اه. مالك طيب في ايه؟ ولا حاجه، انا
مرتاح كده ابقى تمام. طب حقك عليا قسما بالله هي ما تقصد حاجه ولا لا، احنا لا. نقصد حاجه يا عم ما بس تقولش. هي جت كده بقى. ما تقولش كده، انت اخويا ما تقولش طب كده. حتى طب استنى هنزل اجيب لك تاكسي ولا اي حاجه لا توصلك. لا لا لا، انا هروح. خلاص مصمم. نويت تروح. معلش. طب استنى بقى تاخد حقك. ايه يا مدام تعالي بعد اذنك. خير. الراجل خلاص ماشي، هتمشي يا عم علي، هنرتاح. بس الراجل ده له حق عندي. فاكره لما جيت لي من 3 شهور قلت لي اخويا تعبان ومحتاج 10000 جنيه فاكر. وانا جبتهم لك؟ انا قسما بالله ما كان في جيبي منهم جنيه. انا واخد ال 10000 جنيه من الراجل ده، الراجل اللي احنا خايفين نقعده على الكنبه عشان ما يوسخهاش. الراجل ده له عندي 10000 جنيه، ال 10000 جنيه عند اخوكي. بعد اذنك اتصل باخوك يجيب ال 10000 جنيه عشان يديهم للراجل حقه، عشان يمشي ومش هنشوفه تاني خلاص. واخدهم من عم علي؟ واخدهم من عمك علي. بقى عمك علي دلوقتي. واخدهم من عمك علي. انا اسفه يا عم علي، بس والله والفلوس عند اخويا، واخويا في ظروف وحشه وابنه تعبان، فانا بس اصبر عليا يا استاذ علي بس يومين وهجيبهم لك والله. وبعدين انت مش تقف كده، تعالى اتفضل اشرب شاي. اشرب شاي اتفضل. لا يا اتفضل بنتي. اشرب شاي. مفيش اسف ولا حاجه يا بنتي، كله تحت رجليكي. وفضل ضيف حماده زي اخويا الصغير. ليه الاحراج ده يا حماده؟ بس عايز اقول لك على نصيحه يا بنتي، ما تحكميش على الناس بالمظاهر. ياما ناس كتير نظيفه بس جولات التربيه وما عندهمش اصل. عم علي والله انت علمتني درس عمري في حياتي ما اتعلمته. انا اسفه يا عم علي. لا يا ستي، لا يا بنتي مفيش اسف ولا حاجه. انا يومين 3 كده وهجيب لك الفلوس يا عم علي، حقك عليا. ما تقولش كده يا حماده، كله تحت رجليك. في ايه؟ انت اخويا الصغير. انا يابا قدامك سنه سنتين براحتك يا حماده. ربنا يخليكم لبعض يا ابني وكده. يلا السلام عليكم. شرفت يا عم علي. الله يرحم. خلاص ربنا ادانا قرشين وبقى معانا فلوس. خلاص نفسنا كبرت على الناس. خلاص بقينا احنا فوق والدنيا كلها تحت. خلاص كل واحد بقى معاه قرشين ماشي يدوس على الناس. خلاص النهارده ابن العم بيسافر سنه ربنا بيكرمه فيعدي على ابويا وعلى امه وعلى اخويا ما يرميش عليهم سلام عشان بقى معاه. خلاص النهارده اللي معاه بنقول له يا حاج حتى لو مش حاج، حتى لو ما حجش. خلاص اسمع يا ابن الناس، لو انت فاكر ان البرستيج ان انت عشان يبقى ليك برستيج فلازم تبقى تنك وتدوس على الاقل منك، انت غلطان. ولو انت فاكر ان الفلوس دايمه فانت غلطان. ولو انت فاكر ان انت عشان تبقى راجل وليك هيبه فلازم يكون لسانك طويل وتكون قليل الربايه وتدوس على الناس عشان يحترموك فانت غلطان. اصبر، ما تحكمش على الناس. في ناس كتير لابسه بس ولاد ربايه. في ناس كتير قوي بيصرفوا فلوس كتير بس مش عارفين يكونوا رجاله ولا يكونوا ولاد ناس ولا يكونوا ولاد اصول. اقل حاجه النهارده ايه؟ اقل حاجه النهارده كل واحد النهارده ماشي ربنا مديله قرشين ماشي ما يرميش سلام على الناس ولا، وممكن اول ما يبيع اهله. عشان ايه؟ ما كلنا طالعين من تحت، كلنا اساسنا ايه؟ فلاحين. احنا كلنا اساسنا فلاحين. بالله عليك عشان الواحد فين اللي مكفيه يا بنت الناس؟ ابوكي اصله ايه؟ جدك كان اصله ايه؟ اقول لك انا ولا انت عارفه؟ انت شايفاني؟ اهدي وهدي من نفسك شويه. الراحمون يرحمهم الله. اعمل اللي انت عايزاه بس هقول لك حاجه. البني ادم مننا بيفضل طول عمره يتنك على الناس، وممكن الناس يكونوا عشان اقل منه ما يديهمش اهتمام ولا يرمي عليهم سلام. بس صدقيني يا بنت الناس، صدقني يا ابني، وقت ما بتقع قسما بالله ما هتلاقي واقف جنبك غير اللي انت كنت شايفه معفن وجربان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.